الصيف والحر بيخلينا عايزين ناكل ايس كريم كل يوم. طيب احنا هنجيب بقى كل يوم ايس كريم؟ شوفي الايس كريم دلوقتي بقى برقم هلامي. طب ما تيجي اقولك على الطريقه اللي انا عملت بيها الايس كريم، وكان طالع معايا في منتهى الجمال وبطريقه سهله جدا ومن غير ادوات ولا اي افتكاسات، وهيطلع معاكي حلو جدا جدا. تقدري تعملي منه مره واتنين وتلاته. بجد كان في حته تانية خالص. طريقه الايس كريم الرهيبه السهله البسيطه خالص. جربيها مع أمنية وإن شاء الله هتعجبك. بس ما تبخليش عليا باللايك والشير يا ست الكل، ولو أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان أتمنى تشوفي حاجات كتير حلوة عندي على القناة هتعجبك بأمر الله. يلا بقى نشوف مع بعض عملت الآيس كريم وطلع متماسك كده إزاي، وإيه السر في التماسك، وإيه اللي خلاني أعمله من غير أدوات ولا أي حاجة خالص. تعالي بقى نشوف مع بعض. أول حاجة هتجيبي كوباية من كريمة الخفق. كريمة الخفق دي أنا بجيب اللي هي المتحدة، بجيبها من غير سكر ولا أي حاجة خالص. هتنزلي فيها ببولة، في بولة كده كبيرة وعميقة علشان لما تيجي تضربيها تطلع معاكي مظبوطة، ما تقعدش تطرطش وتغرق لك الدنيا. هضيف عليها معلقة من الحليب البودر، تمام. وهضيف عليها طبعا معلقتين كده من السكر كبار، وطبعا لازم يكون سكر بودر برضو علشان ما يضايقكيش وانتي بتضربي. وهنجيب كوبايه من اللبن المتلج، ولازم يكون لبن ساقع ساقع لان الكريمه نجاحها في اللبن الساقع. هنا الكوبايه وقعت مني، بس الحمد لله جت سليمه. انا ضفت كمان نص كوبايه من الميه الساقعه في نفس الكوبايه اللي احنا اشتغلنا بيها. وهنبدأ نضرب الكلام ده كويس جدا، تضربي كده حوالي يعني 6 7 8 دقايق. وبعد ما تبدأ معاكي فومي كده وتبقي شكلها حلو كده وتحسي انها اتمسكت شوية شوية مش كتير، هننزل عليها ب3 أو 4 معالق كبار من الحليب المكثف. وده حليب مكثف بيتي انا عملته قبل كده معاكم كذا مرة على القناة، سهل جدا وهقولك على الطريقة بتاعته علشان برضو ما تحتريش فيها. وبرضو هنضرب زي ما قلتلك كده 6 7 دقايق كمان. طيب، طريقة الحليب المكثف هنقولها كده في السريع مع بعض. كوباية من اللبن البودرة وعليها معلقتين من الزبدة ونص كوباية لبن، وهتلفيهم على النار لفة وتسيبيهم لما يبردوا وتحطيهم في التلاجة. طيب، وبعد ما يبردوا هتستخدمي منهم زي ما شفتي كده. خلاص انا كده خلصت الخفق بتاعي كده، الايس كريم يعتبر جاهز. طيب استني بقى علشان اقولك ازاي هتعمليه من غير ادوات. هقولك يا ست الكل، خليكي معايا هتشوفي دلوقتي انا هعمل ايه. هنجيب كيس تلاجة وهنفتحه زي ما حضرتك شايفة كده. وطبعا يفضل ان انت تدهني البايركس او الصينية اللي انت هتنزلي فيها الكيس بتاع التلاجة باي مادة دهنية علشان الكيس يلزق كويس في الصينية. وبعد كده هننزل بنص الكمية، نص الصينية كده زي ما حضرتك شايفة، وهنسويها بطريقة تكون مظبوطة وكلهم سمك واحد. يعني ما تخليش سمك عالي وسمك واطي، انا عايزة كله يكون سمك عالي مع بعضه نفس السمك يعني. وبعد كده انزلي عليه بشوية من الشوكليت شيبس او بقى بسكوت مجروش لو عندك. انا كان عندي هنا شوية من البسكوت المجروش، نزلت بيهم برضو. وهبدأ بقى أجيب المعلقة كده واتك عليهم، أضغط عليهم كده ضغطة بسيطة خالص بحيث إن هما إيه، يبقوا في الآيس كريم نفسه ما يكونش على الوش كده ويقع منك ولا حاجة. تمام. هنجيب بقى بقية الكمية وننزل عليها بشوية صغيرين، يعني حوالي معلقة كده. هو كانوا عندي شوية صغيرين خالص اللي كانوا في الكيس، يعني كانوا يكملوش معلقة واحدة بس. وبعد كده هنبدأ نقلب الكلام ده كويس جدا. عندك بقى كمية أكبر زودي، بس أنا ما حبيتش أزود لأن ده كاكاو خام هيمرر سيكا. عايزة تحطي هنا قهوة سريعة الذوبان حطي، دي حاجة ترجع لك المذاق اللي انتي تحبيه. أنا هنا ما كانش عندي كاكاو كتير غير هو شوية دول، فأنا استكفيت بيهم وطلع طعمه رهيب. هنقلب الكلام ده كله بالراحة خالص علشان الهواء اللي احنا دخلناه ما يطلعش. تمام. وبعد كده هنجيب ايه، الصينية بتاعتنا، وننزل بالجزء التاني. يبقى احنا عملنا جزء شوكولاتة وجزء فانيليا وبس كده. وطبعا انا محضرة هنا عصاية الستيك. عصيان الستيك دي بتتباع في المكتبة، ممكن تجيبي ب10 جنيه ولا حاجة، هيديكي كمية يعني لا بأس بها. تمام. هنجيب بقى الكمية ونحطها ونسويها واحدة واحدة كده مع بعض. لازم تسويها نفس السمك علشان خاطر لما تيجي تقطعيها يكون كله سمك واحد. تمام. تمام. خلاص كده لازم تساوي الدنيا كويس قوي علشان تطلع معاكي مظبوطة.
بعد ما تسويها تمام التمام وخلاص كده مية مية، هتدخليها التلاجة تقعديها حوالي 4 ساعات. 4 ساعات. تمام. يعني انت لو قعدتيها اقل من كده مش هيكون متماسك، لان احنا عايزينه متماسك كويس جدا علشان نعرف نكمل بقية الشغل بتاعنا. ولازم تظبطي كده الكيس البلاستيك علشان لما تيجي ترشي عليه البسكوت المجروش يطلع معاكي متساوي ومظبوط، وما يطلعش فيه حتة معوجة ولا حتة عالية وحتة واطية ولا اي حاجة. وما تنسيش لو وصلتي لحد هنا تصلي على النبي، وما تنسيش اللايك يا ست الكل، واعملي لي سبسكرايب كده وتابعيني، وان شاء الله يوصلك فيديوهاتي بكل امانه وبكل ثقه. انا ما بكدبش عليكي في اي حاجه، لو في تركايه غلط انا عملتها او اي حاجه انا عملتها وطلعت مش مظبوطه هقولك عليها. بعد ما نخلص الكلام ده كله هتطبطبي عليه برضو، تسويه كده بايديكي. تمام. تقدري بقى تعمليه بزبدة لوتس، تعمليه بزبدة فول سوداني، عندك أفكار كتير. أنا عملت لك فكرة بسيطة خالص علشان أسهل عليكي. هندخله بقى التلاجة ويقعد 4 ساعات. تمام. هنا بقى الكمية اللي فاضت اهي، اللهم بارك، مش عايزة اقولك كانت حلوة جدا. وشوفي الكمية اللي احنا عملناها عملت كمية وفيرة. جبت بقى اللانش بوكس بتاع الولاد ونزلت بيهم كده وحطيتهم في التلاجة، وروقت عليهم وظبطتهم برضو بالمعلقة. وبرضه هظبطهم لان انا عندي الولاد بيحبوا جدا بديل الاوريو ده، مش عايزه اقول لكم. وبيحبوا برضه قوي الشوكليت شيبس دي قوي قوي، يعني مش عايزه اقول لكم، يعني انتوا عارفين طبعا الولاد كلهم بيحبوها. هنخلص بقى الكمية بتاعتنا دي ومن غير ولا اي حاجه. ظبطي كده بس العلبه بتاعتك، واهم حاجه تغطيها كويس وتدخليها الفريزر. هنا بعد 4 ساعات طلعنا بقى الايس كريم بتاعنا، كان متماسك وزي الفل، اللهم زد وبارك، بسم الله ما شاء الله، كان حلو جدا جدا جدا. مش عايزه اقول لكم الولاد يقولوا لي يا ماما كان ريتش جدا وغني وطعمه كان في حته تانية خالص. هنجيب بقى السكينه بتاعتنا ونقطع، يعني ايه، 4 تربع، وكل ربع هنقطعه ربع. واخدين بالكم؟ يعني انتوا طبعا عارفين واساتذه ما شاء الله عليكم، كلكم احسن مني. هتقطعي كل ربع هتقطعيه قطعتين، كل ربع هتقطعيه قطعتين. شايفه متماسك جدا وجميل جميل. بصي مش عايزه اقول لك، لو ما جربتيهوش انت خسرانه بجد والله العظيم، حلو جدا وكميه اللهم زد وبارك وفيره. هندخل بقى عصيان الستيكس دي كده بشويش عشان طبعا الايس كريم متجمد. هندخلها كده واحده واحده لحد لما تدخل جوه الايس كريم. بعد كده هنحط الايس كريم تاني في التلاجة على صينيه مفروده، وما تخليهمش يلزقوا في بعض، ويفضل ان انت تغطيهم باي ستريتش راب او بلاستيك علشان ما يلزقوش في بعض، مش هتعرفي تفكيهم وهتبهدلي الدنيا. تمام. دي التركايه التانيه. طلعته بقى من التلاجة وبدأت بقى أنزل عليه بشوكولاتة، والشوكولاتة هنا كانت سميكة للأسف، يعني كان بياخد شوكولاتة كتير جدا. القطعة المفروض ما تاخدش الشوكولاتة دي، بس هو كان فظيع بجد والله العظيم، مفيش كده. بصي الشوكولاتة بتجمد عليه في ساعتها لأنه كان متماسك وجامد وكان حلو جدا. بصي القطعة، بصي القطعة قد إيه. بصي بالشوكولات. بعد ما تخلصي هتجيبي صينية مدهونة زيت وتنزلي عليها القطعة اللي انت بتخلصيها، وتبدأي تعملي كده. أنا الصراحة لمّا غطّيته وسِبته، يعني الولاد قالوا لي: "يا ماما لأ مش عايزين عليه شوكولات كتير، إحنا عايزين يكون يعني شوكولات رايح جاي كده أبيض وبُني، مش عايزينها كلّها تبقى يعني زي ما أنا باعملها كده." لأ هُم ما حبّوهاش كده، هُم قالوا لي: "يا ماما إحنا عايزين شوكولات قليل." لإن هو أصلًا كان rich أوي وغني أوي، أوي، فكان تقيل. قالوا لي: "لأ يا ماما." يعني طبعًا أول قطعة دي راحت على طول، ما استنوش وداقوها يعني، فقالوا لي: "يا ماما لأ ما تعمليهاش كده." فبدأت إن أنا أعملها بقى خيوط كده بُني، وبعدين أحُط عليها خيوط بيضا، وزي ما أنتِ عايزة بقى التزيين ده يرجع لِك بالطريقة اللي أنتِ تحبيها. بُصّي قلّفي، قلّفي وافتي زي ما أنتِ عايزة، هيطلع معاكِ في الآخر حلو أوي. وكمان العصيان بتاعة الsticks دي كانت ملونة فكان شكلها مُبهر، وبجد القطعة دي مش هتجيبيها من برّه دلوقتي أقل من 20، 30 جنيه، والله العظيم بجد أحلى من برّه 100 مرّة، مليون مرّة كمان. أولًا ضامنة أنتِ عاملة إيه، وما تنسيش بقى يا ست الكل تصلّي على النبي.